مبسوط الحمد لله طبعا. يعني عايز اسلم على كابتن وليد وكابتن علاء وكابتن كريم، والحمد لله ده مجهود، ده بفضل ربنا الدوري ده، وبفضل برجعه فعلا لرئيس النادي اللي جاب لنا لعيبه محترمه، اللي جاب لنا فلوس، اللي ادى اللعيبه حقوقها، اللي خلى لينا قوه الحمد لله. اعتقد ان الدوري ده اللي جاب لنا مدرب محترم احنا ساعدناه كلنا. بشكر مجلس الاداره المحترمين، بشكر الجماهير اللي استحملت 10 او 11 سنه مش مستوى، مش ده نادي الزمالك. النهارده نادي الزمالك رجع لمكانته الطبيعيه اللي هي المركز الاول، والحمد لله ان احنا خدناه. وبشكر النادي الاهلي اللي النهارده ادانا الدوري. طب تقول ايه للجمهور النهارده اللي فرحانه وموجوده النهارده من الصباح الباكر مستنيه الفرحه دي؟ انا يعني لغايه دلوقتي شويه ما كنتش مصدق، لكن الحمد لله بقول الحمد لله، والناس تستحق الفرحه دي. كويس ان احنا فرحناهم، واحنا مش زعلانين على ماتش الاهلي عشان فرحنا جمهور الاهلي شويه، عشان ما كناش زعلان قوي السنه دي. الجمهور هيدخل معاكم بكره ماتش، هل في امكانيه للجمهور مجموعه من الجماهير؟ طبعا دي حاجه في ايد الدوله، لكن انا بتمنى من الدوله خلاص بقى الزملكاويه خدوا الدوري والاهلاويه خدوه قبل كده الفترات اللي فاتت، فاعتقد الاثنين ارتاحوا نفسيا، دخلوهم بقى يشجعوا باحترام. احنا عن نفسنا نادي الزمالك، انا باكد ان جمهور نادي الزمالك عنده القدره على خلاص اذا كان في اي حد كان بيعمل حاجه غلط اكيد هو اتعلم من الدرس اللي فات. الجمهور استوعب ان احنا جايين نشتغل لمصلحه النادي، هو دلوقتي بيكملنا واحنا بنكمله، ومش عايزين ننسى ان الدوري ده اتاخد بصعوبه، يمكن في ناس ماتوا عشان الدوري ده يتاخد، فاعتقد ان ده دوري مهم جدا. ودي يمكن ميزه نادي الزمالك اللي بتميزه عن اي فرقه في مصر، مع احترامي للجميع، انه بياخد بطوله بياخدها عن حق، بياخدها بصعوبه، وده معناه ان بيبقى فيه تنافس وقوه. فانا ببارك للزمالك وببارك للناس كلها، وبطلب يعني ان الناس الزمالكيه تفرح وتتبسط لانهم حزنوا كتير. شكرا جزيلا كابتن كريم. ده كلام عضو مجلس الاداره كابتن احمد مرتضى، يعني افراح عارم هنا في الجماهير. عاوزين تقولوا زملكاوي 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 ارجع